إذاعة الحوار من القاهرة تقدم على الطريق. إعداد وتقديم دكتور مصطفى الزرقاء. إخراج دكتور مجدي مصطفى. عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل عام وأنتم بخير. يسعدني ويشرفني أكون معاكم في برنامجكم الجديد على الطريق. برنامجنا يا جماعة مختلف عن كل البرامج اللي بتسمعوها. طب ليه؟ عشان بنقدم فيه كل جديد، بنحط المشكلة وحلها. وعلى الطريق مش مجرد كلام متزوق ولا عبارات مزركشة، لا بنعرف نلمع ولا بنورنش ولا بننافق ولا بنجامل. كلامنا صريح وواضح زي الشمس. كلامنا بيلسع ما بيحرقش، كلامنا بيوجع ما يموتش، كلامنا بيضرب وما بنخافش. على الطريق بنكشف فيه الفساد في كل مكان على أرض مصر المحروسة، وزارات ومؤسسات وشركات ونقابات وهيئات وجمعيات. مع الإعلام الدكتور مصطفى الزرقاء. خليكم معانا، ما تروحوش لبعيد عشان هتسمعوا معانا كل جديد. عزيزي المستمع، عزيزاتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل عام وأنتم بخير. يحزنني ونحن في بداية شهر كريم، شهر رمضان، شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الهداية وشهر النفحات، شهر ينادي فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبعد. في واقعة أنا بعتبرها تجاوزت كل حدود الوحشية. مجزرة دموية قبل حلول الشهر الكريم بيومين في مدينة كفر الزيات محافظة الغربية. واقعة مروعة تجاوزت حدود الوحشية ضد أفراد أسرة مسالمين، هم شوقي وخالد وعلاء منصور. كل ده بسبب إيه يا جماعة؟ بسبب ركنة عربية أحد المجني عليهم أمام بيته، ويفاجأ بأحد الفتوات والبلطجية يطلب منه إبعاد العربية من اللي أمام منزله. وفجأة يعمل اتصال البلطجي بالتليفون، ويجي أكتر من ميكروباص محمل بالبلطجية، وخلال دقائق مع هجوم همجي ووحشي ومحاولة قتل المجني عليه شوقي وأشقائه. ودي كلها بدأت إيه؟ بخلال يعني دقائق محدودة، وجابوا بلطجية مدججين بالشوم والسنج والمطاوي، واعتدوا بوحشية على يعني أنا مش متخيل. لما أنا اتفرجت على الفيديو ورحت شفت المجني عليهم في المستشفى اتصدمت. ايه ده؟ اعتدوا بوحشية لا مثيل لها ابدا. اصابوا المجني عليهم باصابات خطيرة جدا، كالكسور في جمجمة، نزيف دماغي، اصابة احد المجني عليه باكثر من 40 طعنة في البطن، لدرجة يعني واحد اتقطع اوتار ايده اليمنى ليصاب بعجز كامل في الاطراف. يعني استدعى كده اجراء عمليات جراحية عاجلة، ويكافح أطباء المستشفى جامعة طنطا عشان ينقذوا أرواح المجني عليهم. كل ده يا ليه؟ بسبب ركنة عربية. ولما سألنا عن العيلة ديت فوجئنا إنهم معروفين بالبلطجة وفرض السيطرة ومسجلين خطر، ومعروفين بالحصول على الإتاوات في كل أسواق كفر الزيات وخاصة في سوق التلات. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه يا جماعة، لمصلحة من يتم التغاضي عن تلك العصابات اللي بتروع المواطنين وانتشار البلطجة جهارا نهارا؟ مين يحمي هؤلاء يا سادة؟ مين وراهم؟ لأن بيتردد في كفر الزيات إن دول رجالة زيد وعبيد بتوع مجلس النواب، وللأسف الشديد لديهم نفوذ كبير قوي، وجابهم بعد الحادثة محامين كبار قوي عشان يحاولوا يعملوا تقارير طبية مزورة ويدخلوا وساطات عشان المباحث، عشان تمشي الموضوع بأسلوب سيب ونسيب. لا، احنا ثقتنا كبيرة في رجال الأمن. رجال الأمن احنا ثقتنا كبيرة فيهم،
ثقتنا كبيرة في سيادة القانون وحماية المواطنين الأبرياء وإرجاع حقوق هذه الأسرة التي يمارس عليها كل الضغوط الآن للتنازل، ضغوط معنوية وضغوط مادية وضغوط من كل أنواع وتهديد. وأنا تواصلت مع بعض القيادات وأرسلت لهم فيديو مصور للأحداث المؤسفة والضحايا بين الحياة والموت، وما زلنا في انتظار قرار النائب العام باعتقال هؤلاء البلطجية وبترهم من المجتمع. وتواصلت مع بعض الزملاء الإعلاميين في القنوات الفضائية لعرض هذه المجزرة الوحشية والهمجية أمام الرأي العام حتى لا يتم الترمخ على هذه المجزرة، وفي انتظار رد قيادات الداخلية والضرب بيد من حديد على هؤلاء البلطجية اللي روعوا المواطنين. ودورنا احنا كإعلاميين وسلطة رابعة إننا نحمي أهالينا في كل ربوع مصر. ثقتنا كبيرة جدا جدا في كل ضباط الشرطة الشرفاء، وما زلت مطمئن إن احنا لازم نعرض هذه القضية على الرأي العام عشان نجيب حق هؤلاء الأبرياء اللي اتدمر بيوتهم واتدمر وأصيبوا بإعاقات مستديمة. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وأعد علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تقبلوا مني التحية ولكل ذرة من تراب مصر الحب كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الطريق. إعداد وتقديم دكتور مصطفى الزرقاء. إخراج دكتور مجدي مصطفى.